عمرك في يوم رجعت البيت وما كنتش عارف تحكي لحد ايه اللي حصل؟ طب ايه رأيك لو عندك مكان تكتب فيه كل حاجة من غير ما حد يحكم عليك اذا كنت انت صح او غلط؟ بيرسونال جورنال، المفكرة الشخصية بتاعتك، وده اللي هنتعلمه النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابطال اولى ثانوي عاملين ايه يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هناخد اول سكيلز معانا في الترم الثاني، سكيلز يونت 7. سكيلز يونت 7 بيتكلم معاك على المفكرة الشخصية او ايه بيرسونال جورنال. بيرسونال جورنال دي مذكرة انت بتعملها في حياتك علشان تدون الحاجات والمواقف اللي حصلت معاك في يومك. وانا علشان بقولك انت هتدون حاجات حصلت معاك في يومك، فانت لازم اول حاجة تكتب التاريخ والوقت، date and time. بعد كده تكتب عنوان الموضوع اللي انت هتتكلم عليه، وبعد كده تروح تكتب الموضوع نفسه اللي حصل معاك، سواء كان افكارك او كانت احداث حصلت معاك او حتى مشاعرك وردود فعلك وتأملات في جمل واضحة. وما تروحش تكتب جمل انت حافظها، لان انت بتتكلم عن حياتك مش عن حياة حد تاني. رابع حاجة لازم تكتب closing thought، خاطرة ختامية، ايه اللي انت استفدته. وعلشان تكتب المفكرة الشخصية صح، فانا جايب لك ملخص بسيط جدا ازاي تكتبه، وانا هسيب لك البي دي اف ده في الديسكريبشن. وانت نازل في الديسكريبشن كده قول لي ايه رايك في الكومنتس، ايه رايك في الشرح، هل ممكن نعدل حاجه، ممكن نغير حاجه، قول رايك بكل وضوح وبكل صراحه. علشان تكتب المفكره بتاعتك فانت هتبدا بالتاريخ start with date. تاني حاجه هتختار موضوع واضح لليوم، choose clear topic، الحاجه اللي حصلت معاك. تالت حاجة تكتب بصدق وأسلوب حر دون قواعد صارمة، write freely and honestly، بأمانة، وما تروحش تكتب جمل محفوظة. بعد كده تكتب وتشرح اللي حصل لك واللي انت شعرت بيه، describe events and feelings. وبعد كده تعمل تأمل للدروس المستفادة أو التغير اللي حصل لك، reflect on what you learned. واخر حاجة حرص ان تكون اليوميات قصيرة ومعبرة، لازم تحرص ان اليوميات تكون قصيرة، keep entire short and meaningful. انا مش فاهم حاجة ولا انا كمان، تعال ناخد مثال. انا حبيت ان انا اكتب معاك مثال علشان تقدر تفهم اللي انا اقصده. انا هتكلم معاك النهاردة Monday February 10 today. يبقى انا اول حاجه كتبت التاريخ والوقت. today was a busy، اليوم كان في حاجات كتير جدا، اليوم كان مليان، كنت مضغوط جدا. I had a long lecture at university. lecture at university. I felt tired. I felt tired. But I was happy because I stood the lesson. I want to be more focused tomorrow. بكل بساطة انا اللي انا عملته ده ايه؟ اول حاجة كتبت التاريخ والوقت. اول حاجة كتبت التاريخ والوقت. تاني حاجة كتبت ايه اللي حصل لي. قلت today was a busy day, I had long lecture. ده اللي حصل لي. بعد كده اتكلمت على مشاعري ورأيي. اتكلمت على مشاعري tired، كنت متعب لكن كنت فرحان لان انا فهمت الدرس. بعد كده ختمت بجملة تفيدني بعد كده، اللي هو I want to be focused tomorrow.
ناجي بقى للقصة يا سنة أولى. القصة بتتكلم معاك على The Old Man and the Sea، الراجل العجوز والبحر. لو انت ما كنتش اتفرجت على الملخص اللي انا عملته لمعاليك على الترم الاول، مش هينفع تكمل شابتر 7 الا لما تتفرج على الملخص الاول بتاع الترم علشان تفهم الاحداث ماشية ازاي. فروح اتفرج وتعالى كمل معايا شابتر 7. شابتر 7 بيتكلم معاك على The Return Home. The Return Home يعني العودة إلى الوطن. كان الليل طويل طويل لدرجة كأن الزمن واقف، وجسم سانتياغو مرهق بكل معنى الكلمة. كل حركة بتوجعه، ايديه متجرحة وورمة، وظهره متني من التعب، كأنه شايل الدنيا كلها فوق كتافه. لكن رغم كل ده، القارب الصغير كان بيكمل طريقه بهدوء وثبات ناحية الشاطئ. وجنبه كان هيكل السمكة العملاقة بيطفو على المية، لامع تحت نور القمر كأنه شاهد صامت على معركة أسطورية. البحر سكت سكون غريب، كأنه خد كل اللي هو عايزه خلاص. وسنتياجو قاعد لوحده، مفيش غير صوت المية حواليه، حاسس انه انتصر وفي نفس الوقت خسر كل حاجة. ومع أول خيط نور ظهر الشاطئ، جبال قريته بدأت تبان، وريحة الأرض وصلت له. في اللحظة دي قلبه اتملى راحة. هو رجع أخيرا، رجع. لكن المشهد كان مهيب. هيكل السمكة كان أطول من القارب نفسه، زي صاري سفينة كبيرة رأسها مرفوعة. منظر بيجمع بين العظمة والحزن. وقريب الصيادين هيشوفوا كل ده. وصل سانتياغو للميناء الصغير بدري جدا. الناس لاحظت المنظر الغريب، لكن محدش اتكلم. السكوت كان أبلغ من أي كلام. نزل من القارب ببطء، رجليه بترتعش، قوته خلصت تقريبا. وقف لحظة وبص على السمكة نظرة أخيرة، وكأنه بيقول لها انت كنت تستاهلي كل ده. خطوة ورا خطوة طلع الشاطئ وهو شايل الصاري على كتفه، تقيل جدا لكن استحمله من غير ما يشتكي. الناس كانت بتبص عليه، بعضهم بإعجاب وبعضهم باحترام، ومحدش بقى يضحك عليه زي زمان. دخل كوخه الصغير، حط الصاري ووقع على السرير. ما كانش قادر حتى يفكر، وغرق في نوم عميق. وفي نفس الوقت الصيادين اتجمعوا حوالين الهيكل، قاسوه. طلع ضخم بشكل مش طبيعي، والسياح بدأوا يسألوا بدهشة، والإجابة كانت بسيطة: ده كان إنجاز راجل لوحده. الولد مانولين جري عليه، شافه نايم وإيديه متقطعة. عينيه دمعت وقال مش هتكون لوحدك تاني. ولما سنتاجو صحي، الولد قال له كفاية كده، ارتاح، بكرة هنرجع نصطاد سوا. سنتاجو ابتسم ابتسامة خفيفة لكنها مليانة قوة، وقال لازم نبدأ من جديد ونخطط صح. في الخارج هيكل السمكة كان دليل على معركة عظيمة. في ناس شافت الانتصار وناس شافت الخسارة، لكن الحقيقة اللي حصل كان أكبر من الاتنين جوه قلبه. سنتاجو كان عارف إنه حارب بكل قوته وخسر لكن كسب حاجة أهم: كسب كرامته، وكسب شجاعته، وكسب إيمانه بنفسه. وفي الليل حلم تاني، حلم بالأسود بتجري بحرية على شواطئ أفريقيا، قوية شابة مليانة حياة. لكن السؤال الحقيقي: هل كانت المعركة دي هي النهاية فعلا، ولا بداية لرحلة أقوى مع الولد المرة دي؟ إجابة السؤال ده هنعرفه لكن في الفصل اللي جاي، فاستنونا. سلام.